أمير هشام يكشف القيمة المالية لانتقال طبعا محمد شريف إلى نادي الخليج السعودي. خلينا نسمع ونرجع لبعض مرة تانية. واخر الاخبار والكواليس، النادي الاهلي بشكل رسمي النهارده بيعلن رحيل محمد شريف، احد نجوم الفريق واحد اللاعبين اللي ساهموا مع النادي الاهلي على مدار سنوات ماضيه في عدد كبير من البطولات، ابرزها البطولات الافريقيه المختلفه. فمحمد شريف لعيب عمل بصمه مع النادي الاهلي، عمل مشوار جيد، حقق بطولات جيده ومسيره مميزه للاعب مع النادي الاهلي، بخلاف الاهداف الكتيره اللي احرزها مع الفريق على مدار السنوات القليله الماضيه. هو في كل الاحوال لاعب هداف، شريف هداف، والهداف دلوقتي بقى عمله نادره. ده الحقيقي وده الواقع. شريف تقريبا مع النادي الاهلي جايب 61 هدف، 61 هدف. الموسم الاخير لمحمد شريف مش احسن مواسمه، لكن هو هداف النادي الاهلي في الدوري واحد هدافين النادي الاهلي على مدار الموسم ككل، رغم الدقائق القليله اللي بيلعبها. فاللاعب ساب بصمه محترمه مع النادي الاهلي وجماهيره، طبعا ساب بصمه محترمه مع النادي الاهلي وجماهيره. فبالتالي النادي الاهلي قدر اللي عمله محمد شريف من مسيره رائعه، ووافق على رغبه شريف في الرحيل عن النادي الاهلي لخوض تجربه جديده مع الخليج السعودي، عشان تتم الصفقه بشكل رسمي ويعلن النادي الاهلي بشكل رسمي عن رحيل اللاعب زي ما حضراتكم شايفين، وبيوجه له طبعا الشكر. وانا بيعجبني الشكل اللي بيخرج بيه اي لاعب من النادي الاهلي على مدار الفتره الاخيره. وهنا طبعا نادي الخليج بيرحب بلاعبه الجديد محمد شريف، ويعني عرض فيديو لاهداف كتيره جدا جدا، واهم اهداف شريف مع النادي الاهلي على مدار مشواره الفتره الماضيه. لكن بخلاف موافقه شريف، وانا هقول لك بعض التفاصيل الماديه اللي اتكلمنا فيها مع حضراتكم امبارح وهنكملها مع حضراتكم النهارده، لان الكواليس دايما بتكون مهمه للمشاهد. فبالتالي امبارح الناس، او احنا امبارح لما جينا نتكلم على موضوع محمد شريف، قلنا بشكل واضح للغايه ان محمد شريف مش عايز يجدد في النادي الاهلي رغبه منه في خوض تجربه جديده. هل ده يقلل من محمد شريف؟ هل ده يخلي ان محمد شريف كده بيعمل حاجه غلط؟ او لا يا جماعه، كل لاعب ليه حريته ورغبته، وده ما يقللش ابدا من احتراف محمد شريف، او من احترام محمد شريف للنادي الاهلي وجماهيره وعشقه للنادي الاهلي، واخد بالك؟ فبالتالي الكلام اللي احنا قلناه امبارح هو اللي حصل النهارده. احنا امبارح قلنا ان اللاعب عنده الرغبه انه يخوض تجربه جديده لاسباب مختلفه، وتاكيدا على هذه الاسباب، وقبل ما اسرد لحضراتكم الكواليس الخاصه بالتفاوض والكواليس الخاصه بتعاقد محمد شريف مع الخليج السعودي، اللي باذن الله يشرفنا هناك ويعمل موسم كبير وينافس على الهداف، رغم طبعا ان في عدد كبير من النجوم هناك في الدوري السعودي، لكن يقدر محمد شريف ان هو ينافس على هذا اللقب وانه يساعد فرقته الجديده، واحنا واثقين فيه كل الثقه، كل جماهير الكره المصريه ان شاء الله يشرفنا بالشكل المناسب يعني. لكن الساعه 3:30 الفجر امبارح بعد الحلقه، ما روحت جالي مكالمه من احد المصادر المقربه جدا للاعب، مصدر قريب جدا جدا للاعب، بيتكلم معايا، بيوضح لي بعض الامور اللي ليها علاقه برغبه محمد شريف في الرحيل، وبالتحديد بيتكلم على، وقال لي الكلام ده مهم جدا جدا، يا ريت يا امير نوضحه. وانا دوري هنا طالما مصدر موثوق مقرب جدا من اللاعب تواصل معايا، فانا دوري انقل لحضراتكم الصوره اللي عند اللاعب بممثليه، لان احد ممثليه اللي تواصل معايا. فبالتالي قال لي ان بالحرف كده بالظبط ان هو تحت امر النادي الاهلي، وانه حريص انه ياخد التجربه الجديده، لان هو شايف ان فرصه في المشاركه مع النادي الاهلي خلال الموسم الماضي كانت قليله، ومتوقع ان الموسم الجديد رغم ان هو هداف النادي الاهلي انه برضه الدقايق اللي ياخدها تبقى دقايق مش كتيره. قال لك في مهاجم اجنبي جاي وفي كهربا موجود، فبالتالي ترتيب محمد شريف ايه في المهاجمين؟ فبالتالي كان الافضل بعد ما هو جاب عرض رسمي للنادي الاهلي بالمبلغ بالظبط 1,800,000 دولار يا جماعه، عشان بس الناس تتكلم في 1,500,000 والناس تتكلم في 1,100,000 و1,300,000. المبلغ بالظبط اللي هياخده النادي الاهلي كاش من الخليج السعودي هو 1,800,000 دولار، والاهلي كان بيرغب في 2 مليون دولار، لكن المفاوضات في الاخر استقرت على هذا المبلغ. لكن مش 1,500,000 زي ما الناس قالت ابدا، هو 1,800,000 دولار. فقال لك انا جبت عرض، او شريف جاب عرض
للنادي الاهلي يستفاد منه النادي ويستفاد منه اللاعب، لان هقول لك المقابل اللي هياخده كمان محمد شريف هناك $1,250,000 في الموسم، وده مبلغ محترم، مبلغ محترم، يعني ضعف تقريبا العقد اللي بياخده في النادي الاهلي، ويمكن اكتر من ضعف بشويه، لان اللي اعرفه ان محمد شريف بياخد تقريبا 10 مليون جنيه في النادي الاهلي. فبالتالي بالظبط اللي انا بنقله لحضراتكم من صوره من مصدر مقرب جدا من محمد شريف في مكالمه هاتفيه، قال ان هو كان ممكن لو هو مش حريص على النادي الاهلي وان النادي الاهلي يستفاد منه، تمام، ان هو ممكن يستنى لشهر يناير ويمضي لاي نادي هو عايزه، والاهلي ما يستفادش اي شيء ويرحل مع نهايه عقده بنهايه الموسم الجديد بشكل حر. فهو كان حريص اشد الحرص ان النادي يستفاد، وحريص اشد الحرص انه يخرج من النادي الاهلي عن طريق الباب الكبير، وده حصل، وده حصل مع وضع في الاعتبار انه النهارده الصبح بالظبط كانت موافقه كولر على رحيل محمد شريف بعد تمسك اللاعب بخوض هذه التجربه، مع وضع في الاعتبار والتاكيد على، وده يا جماعه والله ما حاجه تقلل من اي حد، كل واحد ليه كل الحريه. النادي الاهلي عرض عن طريق امير توفيق وخالد بيبو التجديد مع محمد شريف، لكن اللاعب قال لهم يا جماعه انا عايز اخد خطوه جديده، والناس وافقوا وقدروا رغبه محمد شريف. لكن اللي اكده المصدر المقرب من اللاعب ان هو كمان صمم على ان النادي الاهلي يحط كل الضمانات، ركز معايا في الكلام ده لان الكلام ده مهم قوي، ويحسب للاعب، يحسب للاعب ان اللاعب صمم انه الاهلي يحط كل الشروط اللي عايزها في عقد اللاعب مع الخليج السعودي، وانا هقول لك ازاي العقد هيكون ماشي او ازاي صيغه العقد بالظبط. قال انا عايز ان الاهلي يضمن ان انا لما ارجع لمصر ما اروحش اي نادي تاني، ما اروحش اي نادي تاني. والمصدر اللي تواصل معايا قال لي ان محمد شريف بيستبعد تماما انتقاله لنادي الزمالك، العوده لمصر عن طريق نادي الزمالك. وانا بقول لك حتى لو هو محمد شريف بيستبعد ذلك، لكن ما حدش يعرف بكره في ايه، كل شيء وارد في كره القدم. لكن اللي هقوله لك برضو كمعلومه ان النادي الاهلي وضع بالفعل عن طريق عقد ثلاثي بين الاهلي واللاعب والخليج السعودي، شروط تضمن حقوق النادي الاهلي في حاله عوده اللاعب لمصر. اولا ان يتم العرض على النادي الاهلي قبل اي نادي اخر اللاعب نفسه في حاله عودته لمصر، اللي هو شريف خلاص هيرجع مصر، طب يا نادي اهلي اللاعب هيرجع مصر محتاجينه ولا لا؟ تمام. بخلاف كده لو الاهلي مش محتاج محمد شريف ساعتها، فممكن ساعتها محمد شريف لو الاهلي مش محتاجه ممكن في عصر الاحتراف يروح اي نادي تاني، رغم التاكيدات. انا بقول لك التاكيد اللي جالي برضو لازم انقل الصوره بالظبط، ان محمد شريف لا يرغب ابدا في العوده لاي نادي مصري سواء بقى الزمالك او بيراميدز. هو بيرغب فقط انه ينضم او يرجع للنادي الاهلي في حاله عودته للدوري المصري. فبالتالي لو هيرجع لنادي تاني فالاهلي ليه مبلغ معين تم وضعه في العقد الثلاثي ما بين الاهلي واللاعب والخليج السعودي يضمن للنادي الاهلي حقوقه الماديه في حاله عوده اللاعب للدوري المصري. لكن المؤكد ان محمد شريف بيقدر النادي الاهلي كل التقدير، وبيقدر جماهير النادي الاهلي بشكل واضح للغايه، وممتن جدا جدا للفتره اللي قضاها مع النادي الاهلي، ودي جزئيه غايه في الاهميه حبيت برضو ان انا اوضحها من خلال المصدر اللي تواصل معانا بالامس عقب حلقه بلس 90، وهو مصدر مقرب للغايه من محمد شريف نجم النادي الاهلي السابق ولاعب الخليج السعودي الحالي. بالحرف اتقال لي كمان ان محمد شريف بيحب الاهلي اكتر من اي حد. دي برضو الصوره اللي انا بنقلها لحضراتكم مع وضع في الاعتبار. انا مش بقول لك انا كاعلامي، مش بقول لك ان انا بضمن لك ان محمد شريف كواحد انت مثلا اهلاوي تتفرج عليها مثلا يعني انه هيرجع النادي الاهلي، او بضمن لك ان محمد شريف هيروح نادي الزمالك. كل الامور دي في علم الغيب، لكن بقول لك التاكيدات اللي وصلت لي فلازم اوضحها طبقا للي حصل يعني. فاللاعب مقدر جدا النادي الاهلي، وصمم ان النادي الاهلي يستفاد ماديا، ونجح في انه يجيب عرض مادي جيد في الحقيقه للنادي الاهلي في لاعب بعد 4 شهور يقدر يوقع على اي نادي.
يقدر يوقع على اي نادي لان عقده بيخلص مع نهايه الموسم، فجايب 1,800,000 دولار، ده مبلغ كبير للنادي الاهلي بيستفاده، فدي حاجه ايجابيه. في كل الاحوال نتمنى كل التوفيق لمحمد شريف في مهمته الجديده ومشواره الجديد مع الخليج السعودي بعد رغبته في خوض التجربه. وانا بقول لحضرتك ان النهارده الصبح بالظبط كانت موافقه مستر مارسيل كولر، تاكيدا للكواليس اللي احنا قلناها لحضراتكم امبارح ان الاول كولر كان رافض، وبعد كده الاهلي هيعرض على كولر مره ثانيه بعد رغبه اللاعب الشديده في خوض هذه التجربه انه اللاعب عايز يمشي، فموافقه كولر كان النادي الاهلي مستنيها. طلعت النهارده الموافقه من كولر، ابلغ كولر النادي الاهلي انه موافق خلاص على رحيل محمد شريف طالما دي رغبته. بالتالي النادي الاهلي ابتدى يتكلم مع فريق الخليج السعودي، والموضوع ما خدش ساعات وانتهى بشكل رسمي لحد ما اعلن النادي الاهلي قبل ساعه من دلوقتي عن رحيل اللاعب بشكل نهائي الى الخليج السعودي. زي ما حضرتك سمعتوا كده، ده كان تعليق امير هشام على صفقه انتقال محمد شريف الى الدوري السعودي عن طريق نادي الخليج. لحد هنا ده كان نهايه الفيديو بتاعنا، اتمنى لو وصلت معايا للنهايه تضغط لايك على الفيديو، تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يصلك كل جديدنا. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.